المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم نشرة أخبار هذا المساء واستهلها بالعناوين. افتتاح معرض عن مجازر أسمرة وضواحيها. سمينارات تنويرية للشرطة في إقليم عنسبة. تدريب عمال التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط. كير ومشار يتوافقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية بجنوب السودان. اتفاق للحكومة الأفغانية مع طالبان على خفض العنف. وبريطانيا وأمريكا تتهمان روسيا بشن هجوم إلكتروني على جورجيا. السلام عليكم ورحمة الله. افتتح المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان أمس 20 من فبراير افتتح معرض الصور المنظم بمناسبة الذكرى 45 للمجازر التي ارتكبها المستعمر الإثيوبي في أسمرة وضواحيها. وعكست الصور المعروضة أمام مبنى إدارة الإقليم الأوسط الجرائم التي ارتكبها جيش المستعمر على المدنيين العزل في أسمرة وضواحيها، ويحوي صور تشكيلية وفوتوغرافية للمواطنين القتلى في مناطق ججرت وزبان سنقي وجوار بارتبلس وأمانيل. وسيكون المعرض مفتوحا حتى يوم غد السبت. في غضون ذلك قرئت يومي 19 والعشرين من فبراير في عد باخوخاي بمديرية قال نفحي ومديرية ججرت وماركاتو أسماء المواطنين القتلى بالرصاص وحراب بنادق جيش الدرق الاستعماري وأضيئة الشموع. وفي إطار إحياء ذكرى مجازر أسمرة وضواحيها نظمت سمينارات في الإقليم الأوسط لحوالي 25 ألف طالب من 36 مدرسة متوسطة وثانوية حول المجازر التي ارتكبت والتعريف بالتضحيات المقدمة من أجل الاستقلال. هذا وتستمر فعاليات الذكرى 45 للمجازر التي ارتكبت في أسمرة وضواحيها حتى 22 من فبراير الجاري. تعقد شرطة إقليم عنسبة سمينارات تنويرية بالقانون في مديريات كرن وحقات وحمل مالوة لمكافحة الجريمة وضمان نظافة المرافق الخدمية. وأوضح قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفى ميكائيل في السمينارات التي عقدها من 18 وحتى 21 من فبراير الجاري حفظ الممتلكات والأموال والتوثيق الآلي وفوائده لإنجاز الأعمال والحذر أثناء عملية تسليم الوثائق أثناء تغير ورديات العمل. ودعا في السمينارات التي حضرها مدراء الضواحي ومسؤولي الإدارة والمالية للمشاركة الواعية للحد من الجرائم والمخالفات القانونية. في غضون ذلك أشار تقرير الشرطة إلى تسجيل 1873 جريمة مخالفة العام الماضي ووقوع 234 حادثا مروريا أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 184 بجروح. وأوضح المدير الإداري والمالي في إدارة إقليم عنسبة السيد كبروم نرأيو أن على جميع العمال توخي الحذر لحفظ الوثائق المالية ووضوح فواتير الإيرادات والمنصرفات. ودعا المشاركون في الاجتماع لاستجابة سريعة في البلاغات المقدمة عن الظواهر السالبة ومواصلة السمينارات التوعوية. عقد قائد شرطة الإقليم الأوسط العقيد بيان إساق اجتماعا في 21 من فبراير مع أكثر من 800 من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة. وهدف اللقاء لتعزيز العلاقة مع الشرطة لكونهم يعملون ليل نهار والمساهمة في مكافحة الجريمة. وأوضح العقيد بيانه تسجيل أكثر من 2100 جريمة و3945 مخالفة العام الماضي بالإقليم. وتعمل الشرطة جاهدة لخفض هذا العدد لأدنى مستوى داعيا لتعزيز المشاركة الشعبية. وحول الحوادث المرورية أوضح العقيد بيانه مصرع 37 شخصا في 2574 حادثا مروريا وتدمير ممتلكات تقدر بأكثر من 23 مليون نقفة، مشيرا إلى أن إهمال السائقين من أهم أسباب الحوادث المرورية. وقال إن الممتلكات والأموال التي يعثر عليها في سيارات الأجرة يجب تسليمها للشرطة، مشيدا بخطوات أعضاء سيارات الأجرة في الحفاظ على هذه القيم السمحة، موضحا تخصيص مكان في مركز الشرطة الثاني لوضع الممتلكات الضائعة وتمكين أصحابها من الحصول عليها.
نظم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط تدريبا لعمال التأهيل الاجتماعي والتنمية الناشطين في مديريات بريخ وقال نفحي وسرجقة. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة جمعة إبراهيم في التدريب الذي نظم في 20 من فبراير في سرجقة إن الهدف الأساسي هو فرز المعاقين والمواطنين المحتاجين لتمهيد الأرضية لهم للاستفادة من موارد منطقتهم وجعلهم منتجين. وقالت إن وزارات الصحة والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والاتحادين الوطنيين للمرأة والشباب والطلبة ظلت تعمل منفردة في برنامج التأهيل الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة عام 1994 وينفذ منذ عام 2018 بتنسيق وزارة الحكومات المحلية لفعالية أكبر. وقدمت في التدريب تعليمات ومرجعية لفرز وتسجيل أسر الشهداء المحتاجة والمرأة التي ليس لها راعي. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط العقيد قبر يوهنس والدقرقيس في المناسبة دعا الإدارات للعمل لإنجاح مهمة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين. وأكد المشاركون في التدريب أن التأهيل يساعد على تعزيز اللقاءات مع الشركاء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم. هذا ويقدم التدريب لعمال التأهيل الاجتماعي والتنموي في مديريات أسمرة. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير مايرديت وزعيم المتمردين رياك مشار على تشكيل حكومة وحدة في خطوة تأخرت كثيرا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات. وقال مشار عقب اجتماع بين الرجلين: لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 من فبراير، ولا نزال نناقش أمورا أخرى وآمل أن نحلها جميعا على حد تعبيره. وأكد كير أن الرجلين اتفقا على الانضمام معا للمرة الثالثة للعمل في حكومة واحدة في تجربة انتهت في مرتين سابقتين بكارثة. وتسبب الخلاف بين الرجلين في اندلاع حرب في ديسمبر 2013 بعد عامين من استقلال البلاد. وقال كير إن قواته ستتولى مسؤولية الأمن في جوبا كما ستتولى حماية مشار. ودعا نحو 190 ألف شخص يعيشون تحت حماية الأمم المتحدة في مدن صفيح في العاصمة وأرجاء البلاد، علما بأن كثيرين منهم يعيشون فيها منذ سنوات عديدة، دعاهم إلى الخروج لأن فجر السلام قد بزغ على حد تعبيره. صرح مسؤول أفغاني كبير بأن القوات الأفغانية والدولية وحركة طالبان ستلتزم بخفض العنف في أفغانستان ل7 أيام. وقال متحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني: استنادا إلى الخطة سيبدأ خفض العنف بين طالبان وقوات الأمن الدولية والأفغانية لمدة أسبوع. ولم يتسنى الاتصال بأحد من المسؤولين الأمريكيين أو بالمتحدث باسم طالبان للتعليق. يذكر أن نائب زعيم حركة طالبان الأفغانية قال إن الحركة ستوقع قريبا اتفاقا مع الولايات المتحدة لخفض العنف لمدة 7 أيام. وأضاف أن قيادات الحركة ملتزمة بالكامل باحترام الاتفاق التاريخي. وقد يؤدي الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين ممثلين عن الولايات المتحدة وعن طالبان في قطر إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. ألقت بريطانيا باللوم على روسيا في هجوم إلكتروني على جورجيا شمل حملة كبيرة عطلت آلاف المواقع الإلكترونية التابعة للدولة ولشركات خاصة ووسائل إعلام العام الماضي. ورجحت تقديرات مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني بدرجة كبيرة أن تكون المخابرات العسكرية الروسية نفذت هجوم أكتوبر. وفي واشنطن ألقت الولايات المتحدة اللوم كذلك على روسيا في الهجوم الإلكتروني على جورجيا، قائلة إنه عطل عمليات مواقع الحكومة الجورجية والمواقع الخاصة وأوقف بث قناتي تلفزيون رئيسيتين على الأقل. وكانت جورجيا قد قالت إن روسيا خططت ونفذت هجوما إلكترونيا منسقا كبيرا عطل آلاف المواقع في أكتوبر الماضي.
قالت الشرطة الأسترالية إن 2 قتلا وأصيب 12 عندما خرج قطار أسترالي عابر للولايات عن مساره على مشارف ميلبورن. وخرج القطار الذي انطلق من سيدني عن القضبان قرب بلدة والآن التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن ميلبورن. وذكرت الشرطة أن سائق القطار ورجلا آخر لم تحدد هويته توفيا في الحادث. وبثت وسائل إعلام محلية صورا تظهر العديد من عربات القطار وقد خرجت عن المسار بينما انقلبت القاطرة نفسها على جانبها. وأكدت خدمة الإسعاف في فيكتوريا أن أحد المصابين نقل جوا إلى مستشفى في ميلبورن بينما نقل 4 آخرون حالتهم مستقرة إلى مستشفى ثان. وقالت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز إن القطار كان يقل نحو 160 راكبا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.